الصورة صارت فيديو بس الفيديو فاهي ويحتاج له شوية بهارات. يهلا بيكم، أني رؤى وياكم بسلسلة شاي وAI من دار النظم. واليوم الحلقة اللي تخلي الريل مشوق. جيب استكان الشاي وتعال أسولف لك على السريع. اليوم نحكي عن اللمسات الأخيرة، المؤثرات. هذين اللمسات اللي يحولن فيديو عادي إلى فيديو يخطف العين. الخطوة 1. الجرافيكس والمؤثرات. من موقع lodifiles.com نجيب أيقونات مجانية متحركة ويفضل بصيغة PNG تناسب موضوعنا، مثلاً أيقونة قفل للأمان أو سيرفر للسيادة الإلكترونية. الخطوة الثانية، نفتح CapCut وبعدين مشروع جديد ونضيف الفيديو اللي سويناه. نختار له حركة دخول فيد إن أو بوب أب حتى يبين طبيعي، ونحرك الفيديو ونضيف الأيقونات اللي حملناهن بتزامن دقيق مع الكلام. الخطوة الثالثة، من شرح تلقائي نختار القالب اللي نريده وننشئ الشرح الخاص بالفيديو، وحتى نعدل على الشرح والخط والألوان نختار أي جملة من النص وبعدين اختيار الكل وبعدين تعدل مثل ما يعجبك. تضيف حركة للخط، تغير اللون أو الخط وتختاروا حفظ، ونراعي الألوان تكون من هوية محتواكم حتى يطلع احترافي. الخطوة الرابعة، نضيف المؤثرات الصوتية القصيرة مع كل دخول جرافيك أو مع حركات الفيديو. الخطوة الأخيرة، نضيف صوت على طول الفيديو أو نخلي مثل ما هو، ونختار تصدير نشوف الفيديو كامل، وإذا حسينا لقطة باردة نضيف حركة أو مؤثر صغير حتى تحافظ على انتباه المشاهد. وهسه صار عندنا فيديو قصير احترافي وصوت وصورة ومؤثرات تشرح الفكرة وتبقى بالذاكرة. تذكروا، السيادة على محتواكم مو بس بإنتاجه بل بتقديمه بأفضل صورة. في دار النظم نبني السيادة الرقمية في العراق. شكراً لزميلتي رؤى، ساعدتني أظهر بهاي النتيجة النهائية، وإن شاء الله فادتكم هاي السلسلة إنه تسوون أفاتار احترافي. نشوفكم بالسلسلة الجاية، الله معاكم.